يا جدعان انا النهارده اسمي حماده الكاري. يا ابن انت مين؟ انت فاكر نفسك راجل؟ انت بتوعى يا ابن مش عارف انت بتتكلم مين؟ صباح الخير يا اللي معانا. يا ولاد مش اللي انا في مصر تجيبوا في سنت كل شويه. انا لسه صاحب النوبه يا ولاد مش عايز. انا عايز اسال سؤال والله، يعني انا عندي بس سؤال واحد لازم ابدا بيه الحلقه. هو الدوري ده ما فيهوش نادي ذكر عارف يكسبني؟ يعني دوري مكون من 20 فريق ما فيهوش نادي واحد ذكر عارف يوقف السير كاريك؟ مفيش، لا في مدينه مانشستر ولا في مدينه لندن ولا في مدينه ليفربول. بس ليفربول اللي رقعها يعني ساعتها كان الحاج روبن ابو ريم. لكن الدوري ده كله ما فيهوش ذكر عارف يوقفني؟ مفيش. خلاص يا جدعان، ده لو كان جه بدري شويه كان زماننا بننافس على الدوري. يعني الراجل ده لو كان معانا مثلا في ماتش زي ماتش ايفرتون اللي اتطرد منهم فيه لاعب في الدقيقه 13 وخسرنا 1-0، لو كان معانا في ماتش بيرنلي، لو كان معانا في ماتش ليدز، لو كان معانا في ماتش وولفز، 3 ماتشات اللي ورا بعض اللي خدت منهم 3 نقط، لو كان معانا في الماتشات دي والله العظيم كان زماننا بننافس على الدوري. يعني لو انا حد كان جه قال لي انتوا هتمشوا اموريم وهتجيبوا كاريك اللي لسه بيبدا بسم الله الرحمن الرحيم تدريب وهيكسب بيكوا 4 ماتشات ستريك ورا بعض، 4 ماتشات ب 12 نقطه، الماتشات دي بقى منها توتنهام ومنها السيتي ومنها ارسنال في الامارات، هقول له يا عم انت عبيط، هو انت يا ابني انت مجنون؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ 4 ماتشات ستريك انا ما شفتهاش من ايام السير. انت ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ لا من ايام سولشاير يعني، بس تمام يعني. فالدوري ده ايه ما فيهوش نونو سانتو بقى. نونو سانتو يوم الثلاث وهو جاي بيقول لي يا عم انا الدكر، انا يا عم الدكر اللي هوقف لك السلسله دي. لو اتفرجت على الحلقه اللي فاتت هتلاقيني بقول لك ايه؟ بقول لك والله العظيم انا مخايف من توتنهام، رغم ان توتنهام بقى لهم كذا سنه عقدتنا، انت لا عارف تكسبهم جوه ولا عارف تكسبهم بره، ولسه واخدين منك نهائي الدوري الاوروبي. فرقه رخمه قدام اليونايتد. بس اللي انا شفته في ماتش ارسنال واللي انا شفته في ماتش السيتي واللي انا شفته في ماتش فولهام خلاني واثق ان انا هكسب توتنهام عادي بالطرد، من غير الطرد اللي حصل النهارده بتاع روميرو ده كده كنت هكسبهم. لكن والله انا ما خايف غير من ويست هام ونونو سانتو. يا عم اسمع مني، ما هي ما بتمشيش كده، في خازوق. ما هو عارف انت اللي هو ايه، الشاب اللي هو ايه فجأة لقى شغلانه حلوه، بيقبض كويس، جاب العربيه، جاب الشقه، العروسه موجوده، بيبقى عارف ان في خازوق بقى مستنيه. فالخازوق ده بقى بيبقى ايه اللي هو مثلا ايه قبل الفرح بيوم جده يموت. فعارف انت اللي هي السيناريوهات دي، هو ده اللي هيحصل في ماتش ويست هام. لو انت مستني ان انت تكسب ويست هام وتبقى كسبت 5 ماتشات ورا بعض، والواد المعفن الانجليزي اللي ابو شعر اللي بقاله سنه وشهرين ده ما حلقش هيحلق عشان كسبنا ال5 ماتشات، انسى. انا بقول لك من هنا اهو انسى. ارجع شوف الفيديو اللي فات اللي بقول لك هنكسب توتنهام عادي، بس هنتعثر قدام النونو سانتو ويست هام في لندن يوم الثلاث. وبقول لك الكلام ده دلوقتي تاني، حصل بقى وكسبنا، هتلاقيني بقى طلعت عملت لك ايه حلقه بعنوان مقام سيدي مايكل كاريك. بس بجد يعني نتكلم بجد بقى شويه. هو يا جدعان سكواد اليونايتد ما كانش بالوحاشه اللي كان اموريم مصورها لنا نهائي. يعني الراجل ده انت كنت تتفرج على الفرقه في الملعب وكنت تتفرج او بتسمع تصريحاته قبل الماتش او بعد الماتش، تحس ان انت نورويتش سيتي. اصل الاقاله قصدي القايمه واللعيبه والاصابات وخطه اللعب بتحتاج، ومحتاج لعيبه نص ملعب ومحتاج مدافعين، وعمري ما هقدر اعمل ده في نافذه انتقالات واحده. كنت بتحس ان انت اللي هو يا رب ما نهبط، تسمع اموري هو كان يا رب ما نهبط. بس بجد الراجل ده كان عامل لنا غسيل مخ، مديك ايحاء ان سكواد اليونايتد ده زباله. تيجي تتفرج مع كاريك على 4 ماتشات، انت قاعد بتتفرج على ال11 اللي بيلعبوا زائد اللي على الدكه بره، سواء بقى سيسكو او زيركزي او بس ما كانش موجود في القائمه النهارده الواد اللي هو لاسي ده جناح يمين مش طبيعي، بس مش عارف النهارده كان مستبعد ليه.
قاعد بتتفرج على اللي بيلعبوا، انت نفسك تشوف سيسكو ونفسك تشوف زيركسي ونفسك لما ماونت ترجع من الاصابه تشوفه، وفي باتريك دورجو، قاعد تقول لا ده احنا السكواد اللي بيلعبوا حلوين واللي بره حلوين والسكواد حلو. مش هقول لك ينافس على دوري، رغم ان والله عادي جدا ينافس على دوري، لان الاسماء اللي فيه اسماء كبيره ولعيبه حلوه، بس مش هقول لك ينافس على دوري، بس مش لدرجه ان انا ابقى سابع وثامن و14 و15 زي السنه اللي فاتت. لا الراجل ده كان عامل لنا غسيل مخ. كاريك جه مسك الفرقه، انت يا برونو بتلعب 10 العب 10، انت يا ماينو بتلعب 8 العب 8، انت يا امد بتلعب جناح يمين مش وينج باك العب جناح يمين، انت يا كونيا كنت بتلعب شادو سترايكر ولعيب حر في وولفز العب شادو سترايكر ولعيب حر في وولفز، مش هقول لك تعمل ايه، انت تتحرك في كل حته انت عايزها. انت يا لوك شو كنت بتلعب باك ليفت مش سنتر باك ثالث العب. عمل الاساسيات، عمل البيزكس. بس يعني يمكن الحاجه الوحيده اللي كاريك عملها اموريم ما لعبش فيها ان هو وقف لامنز، بس اللي هو انت حارس مرمى كان الحمد لله اموريم بيلعبوا حارس مرمى بيلعبوا في مكانه يعني. فالراجل جه عمل الاساسيات، ما عملش اكتر من كده، قلل الحمل التدريبي على اللعيبه، قلل عدد ايام التدريبات، بس خلى التدريب مكثف يعني، واداهم راحه بعد كل ماتش. انت مش محتاج اصلا كل ده، انت بتلعب في بطوله واحده، انت خرجت من الكاس الكاراباو، خرجت من الاف اي كاب، ما بتلعبش في بطوله اوروبيه، هو عندك ماتش في الاسبوع، ليه اصلا ابقى بتمرن كل يوم؟ بجد ليه؟ الراجل ده يا جدعان جه عمل، والله اقسم بالله كاريك ما افتاش، الراجل جه عمل بيزكس. يعني احنا بنلعب ماتش واحد في الاسبوع، ليه هيخليك تتمرن بعد الماتش بيوم؟ خد يا عم اليوم اللي بعديه راحه، بس اليوم اللي بعده هيبقى تمرين مكثف عادي. النهارده مثلا في كوره هحطها لك تحت ان شاء الله، افتكر وانا بمنتج احطها في اول الماتش خالص بقى، قبل الطرد قبل الكلام ده، عايزك تبص على السلاسه اللي اللعيبه بتطلع بيها من الكوره. هتلاقي 5-6 باصات في حوالي 3 أو 4 متر في مكان فيه اكتر من 7-8 لعيبه، مكان قد كده. هتلاقي لعيبه اليونايتد خرجت من الضغط ده وكلهم لعبوا الكوره تحت الضغط، يعني كل واحد لمس الكوره في الكوره دي في واحد ضاغط عليه يا في ظهره يا قدامه. بص كل لعيب استلم ازاي واللمسه واحده ازاي، خرجت بالكوره نقلت الملعب الناحيه الثانيه بكل سلاسه وبكل سهوله. ما اعتقدش ان الطريقه الشكل اللي اليونايتد ظهر بيه ده هو فجر مدرب بس، لا عشان خاطر الاسماء اللي عندك حلوه، عشان خاطر اللعيبه اللي عندك كويسه. كاسيميرو مش هقول لك ان كاريك هو سبب الطفره اللي حصلت في ادائه، لان كاسيميرو بصراحه من اول الموسم حتى مع اموريم كان عامل اداء كويس جدا، بس الراجل ده يعني حللك مشكله السته اللي انت بقالك سنين بتعاني منها. اي نعم هو كاسيميرو قعد معانا 4 سنين، اداك منهم سنتين، اول سنه والسنه دي، السنتين اللي في النص دول يعني نفسي يتمحوا من تاريخ كاسيميرو. بس انت لو عندك ازمه حاليا في سكواد اليونايتد هيبقى عندك ازمه في المركز ده لما كاسيميرو يمشي اخر الموسم. بس جبت اليوت اندرسون وكارلوس باليبا، يعني انت ما ينفعش تجيب واحد من الاثنين، لازم تجيب الاثنين، او تجيب اليوت اندرسون وادم وارتون. انا مش عايز اصلا باليبا، المستوى بتاعه الكيرف بتاعه لما عمل كده السنه دي ده حاجه تقلقني. لعيب اتاثر بالسوشيال ميديا واتاثر ان برايتون ما رضوش يمشوه فمستواه قل، مش هيستحمل ضغط اليونايتد، دي وجهه نظري. فانا شايف لا اليوت اندرسون وادم وارتون بتاع كريستال بالاس يحلوا لك مشكله اللعيب النص ملعب دي لمده 6-7-8 سنين على الاقل، زائد معاهم كوبي ماينو. خلاص انت مش محتاج حاجه تاني هجوميا، والله انت ما محتاج حاجه تاني. الدفاع انت بص يعني انت لما ديليخت يرجع انت عندك ليساندرو وعندك ماجواير وعندك ديليخت وعندك لينيور وعندك ايدن هيفن. الناحيه الشمال دي انت عندك فيها لوك شو، عندك فيها مالاسيا، عندك فيها باتريك دورجو لما يرجع، عندك في اليمين دالوت. ستوب بقى دالوت يا جماعه، كاريك طلع من دالوت كوره، دي بقى حاجه تحسب له. ده الراجل ده كان بيلعب وينج باك، مش باك رايت، كان بيلعب وينج باك في ماتشات كتير سواء على الشمال او على اليمين لما امد ما كانش موجود، كان بيتسبله رغم ان هو المفروض مركز مريح قوي. يعني انا لو لعيب، انا لو باك رايت مثلا والمدرب مريحني ان هو حاطط لي سنتر باك ثالث ورايا وانا واخد الخط ده هجوميا ودفاعيا وبراحتي برضو، يعني المفروض اطلع بقى كوره، كان بيطلع خرا، كان بيطلع قرف. النهارده دالت وهو باك رايت كاريك مطلع منه كوره، سواء على التمركز
سواء على لما بيتضغط عليه الكره بتطلع منه، انا مش عارف ازاي بتطلع منه سليمه قوي. اوفراته اتظبطت فجاه كده. دالوت افتكر ان هو بيعرف يرفع. كره برونو النهارده الجون الثاني ده اساس دالوت. انا يعني الاوفر ده من دالوت ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ فهي تقريبا هي طفره في الباكات رايت في العالم كله. يعني محمد هاني بدا يفوق ودالوت بدا يفوق، ف يعني خلى من دالوت لعيب كوره. فانت عندك دالوت ومزراوي، وعندك في الدفاع قلت لك عندك مين والشمال مين. خط الهجوم انت عندك فيه لعيبه كتير جدا. انت بس لو مشيت زيركزي تبقى محتاج مهاجم تاني، لكن غير كده والله العظيم سكواد جامد قوي. سكواد جامد قوي وينافس عادي جدا. سكواد جامد قوي وينافس عادي جدا. ينافس عادي جدا والله. طيب هل انا مع ان كاريك يكمل السنه الجايه؟ ده كلام سابق لاوانه قوي ان انت تتكلم فيه دلوقتي. انت لسه عندك اكتر من 13 ماتش تقريبا. يعني احنا الجوله 26 اللي جايه، الجوله دي الجوله الجايه 26، فبتتكلم 10 ماتشات 12 ماتش. لسه سابقه قوي لاوانها. احنا هنروح فين؟ هنفنش كام؟ مشكله اليونايتد ان هو في حته دلوقتي هو ممكن يفنش تاني ورا ارسنال، وممكن يفنش سابع عادي جدا. وبص تلاقي ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل طلعوا عليه عادي جدا. فانت في حته انت النقطه حرفيا هتنزلك، والنقطه برضو ترفعك. فده كلام سابق لاوانه. بس لو استمرنا بالشكل ده، ليه لا؟ ليه لا؟ ما تجرب يا اخي. انت خسران حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ ما عندكش. ما تجرب يا عم. يعني انت اديت فرصه لاموريم، واديت فرصه لتنهاج، واديت فرصه لسولشاير، واديت فرصه لمورينيو، واديت فرصه لفانخال، واديت فرصه لديفيد مويس، اديت فرصه لكل دول. جت على ده؟ ما تديله يا عم. لو الدنيا مشيت حلوه كده وفنشت تاني ولا تالت ولا رابع وهتلعب دوري ابطال السنه الجايه، ما تديله يا عم. اللعيبه مرتاحه معاه واللعيبه حباه واللعيبه بتموت فيه. الراجل بيتبدل في اي لعيب بيتبدل وتلاقيه طالع بيسلم عليه وبيحضنه. اللعيب اللي ما بينزلش قاعد بره مبتسم. ما دي غريبه بالنسبه لي. ما دي غريبه بالنسبه لي قوي. اللعيب اللي كان بيقعد بره كان بيقلب وشه وتلاقي اخوه طالع ماسك يافطه الحريه لاخويا وبتاع في المدرج كنت بتشوف هبل في النادي. النهارده اللعيب اللي قاعد على الدكه مبسوط وبص قاعد متكيف وبيضحك وبيهزر وهو قاعد دكه. فيا جدعان الراجل علاقته باللعيبه حلوه قوي. طب ما وستيف هولاند المساعد بتاعه ده يا جماعه احنا معانا كنز. قسما بالله معانا كنز. انا مشكلتي بس مع الراجل ده ان هو ما بيقعدش في نادي كتير. يعني لو بصيت على السي في بتاعه هتلاقيه بيقعد سنتين في تشيلسي، مش عارف كام سنه فين. بس يا جدعان مدرب عظيم. مدرب عظيم اللي هو المساعد بتاع كاريك ده اللي هو ستيف هولاند. وعايز اقول لك حاجه، يعني 90% من اللي انت شايفه ده، او بلاش 90%، ممكن مثلا 60% من اللي انت شايفه ده هو ستيف هولاند، مش كاريك. مش كاريك خالص. فالراجل ده لازم انت تمسكه كده تجيب له تعمل له عقد احتكار. انت مكمل سواء كاريك قاعد كاريك ماشي انت مكمل. وتشترط لو كاريك مشي المدرب الجديد اللي هيجي انت المساعد بتاعك ستيف هولاند. هتقول لي انا جايب المدرب بتاعي بره عني. مفيش الكلام ده. شرط ستيف هولاند يكمل. الراجل ده يا جدعان عبقري. ادخل كده اعمل سيرش على ستيف هولاند اللي هو المساعد بتاع كاريك ده، شوف السي في بتاعه. الراجل ده يقعد. لازم ده قاعد سواء كاريك قاعد او ماشي لازم الراجل ده يكمل. حاجه اخيره، انا فيكاريو ده بجد بالنسبه لي يا جماعه انا ما كرهتش في حياتي حارس اسال منه. هتقول لي بيكفورد، هقول لك لا يا عم انا بحب بيكفورد عن الواد ده. الواد ده جزامه والله العظيم. فيكاريو ده جزامه. في الكاس في الدوري في الابطال اي لعيب معدي بيرمي عليه السلام بيدخل جول. بيجي قدام اليونايتد بالون دور بقى. بالون دور ابقى حارس مرمى. اخدت بالون دور قفاز الذهبي. انا حاسس ان انا عايز اعمل احسن تصدي في الموسم في ماتش اليونايتد ده. هو في ايه يا اسطى؟ ليه الحزق ده يا عم؟ انا مش ديربي معاك. يعني انا النادي بتاعي اليونايتد ده مش ديربي يا عم. روح احزق الحزق ده قدام ارسنال. بتيجي تحزقه قدامي انا ليه؟ ما ارسنال بتنجدك، تشيلسي بتنجدك، كل الفرق بتنجدك. اشمعنى بتيجي تحزق الحزق ده قدامي يا عم؟ هو انت في ايه؟ انا بعيد عنك قوي. انت مركز 15 ومركز 16. الله يعينك بقى. الله يعينك. الدنيا فوق فخفخينه. ربنا يكتبها لك او ما يكتبها لك. ربنا ما يكتبها لك. بتحزق قدامي ليه؟ ما تحزقش يا عم قدامي. روح احزق قدام انديه لندن اللي كلها بتتاخد. فولهام اتاخد، ارسنال اتاخد، انت اتاخدت، تشيلسي هيتاخد. ما تقلقش. كله هياخد بالدور.
مفيش حد مش كله هيتاخد بالدور. ليفربول في الاولد ترافورد كله. فمش عايز اطول، مش عارف احنا قد ايه دلوقتي، بس انا مبسوط. 4 ماتشات ستريك، ربنا يكملها على خير. النونو سانتو اخويا ان شاء الله هيكسب بيرنلي النهارده، عشان لو خسر من بيرنلي هيجي يحزق قدامي اكتر، فان شاء الله هيكسب بيرنلي. وبس دي كانت كل حاجه النهارده كده على ماتش توتنهام. وكان معاكم احمد خالد وسلسله الشيطان الذي احببته. ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر كل ماتش اطلع اتكلم على اليونايتد. ويعني لو انت راجل بتشجع اليونايتد، او انت راجل بتتفرج عليا وانت بتشجع السلوم، بتشجع اي نادي، يعني لو الكلام عاجبك، لو الدنيا شايفها حلوه بتاع، اعمل سبسكرايب ولايك بقى، والكلام الحلو ده اللي انا عمري ما طلبته، بس يعني حاسس ان انا عايز اقوله. بس وكان معاكم احمد خالد، واشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث بعد ماتش النونو سانتو، بعد ماتش ويست هام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.